مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم في هذا الفيديو هذه الفاكهه الرائعه والغنيه عن التعريف لفوائدها العظيمه بالنسبه لصحه الانسان سواء الصغار والكبار. إذ ذكر الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بحكمة منه، فهي سيرته في هذا الشهر ديال فصل الخريف كتواجد بكثرة لكي تساعدنا في شهر الشتاء إن شاء الله، لتقوية المناعة ضد الأمراض والفيروسات. فهي تحتوي على الفيتامين سي وفيتامين اي وفيتامينات أخرى ونسبة جيدة من حمض الفوليك، وكذلك أملاح معدنية والكالسيوم، مغنيسيوم كالسيوم والمغنيسيوم بوتاسيوم. فهي كذلك تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي وهي من المواد الدابغة التي تكبح الأمراض والفيروسات بإذن الله الرحمن الرحيم. وتحتوي على أحماض أخرى كحمض البولينيك وأحماض أخرى كثيرة. ان شاء الله ما بغيتش نطول عندكم الفيديو باش نذكر كاع الفوائد ديالها. المهم هذه تبحثوا ان شاء الله، وهذه تعرفوا الفوائد ديالها الكثيره، وهي خصوصا مفيده للالتهابات المزمنه اللي كيعني بالالتهابات ديال المفاصل ولا المهم ديال الجسم كامل. خصكم تاكلوه به بالقشر ديالو باش تكون فائده، يعني فائده عامه ان شاء الله شامله. المهم كما كتشوفوا كنقشره هكا، كنقسمو على 4 وكنقشرو كما كتشوفوا، نخبطو بواحد سباتيلا ولا صافي. هذه ان شاء الله بعد ما قشرته غادي نطحنو ونصفيه في هذيك الصفايه، ومن بعديها ان شاء الله عاد نصفيه في واحد الزيف حياتي باذن الله الرحمن الرحيم، يعني جوج المراحل وان شاء الله جوج المراحل اللي غادي نديرها له باش نصفيه كما كتشوفوا. هاني نصفيه في الصفايه وان شاء الله حتى نكمل ان شاء الله يتعصر مزيان صافي، ونولي هذاك التفليشات هذه ان شاء الله عاوتاني كنديرو بواحد الزيف حياتي وكنبدي نعصرو مزيان حتى ما يبقاش فيه حتى قطره د الماء د الرمان صافي. كما كتشوفوا هذه ان شاء الله بعد ما عصرته غادي نديرو ان شاء الله فوق النار. هو بقى لنا هذاك التفل كما كتشوفوا صافي. ها هي الكميه اللي خرجت ليا من 4 كيلو د الرمان. المهم نتوما خصكم تكثروا الكميه باش تخرج لكم كميه كثيره. صافي غادي نديرو فوق النار كما كتشوفوا، وكنحيد له هذيك الكشكوشه هو كيطبخ على نار يعني تكون مجهده، هو كيطبخ حتى ينشف لينا ويبدا يعقاد كما كتشوفوا. غادي ندير واحد التيست، غادي ندير واحد الخط في الوسط الى تغلق لينا غادي نعرفوا الا خاصو شويه ولا ان شاء الله بقى هكاك صافي. غادي نعرفوا بالله صافي هذاك هو الجهد ديالو. وكنصيحه يعني هذا كيبقى شويه مطلوق حتى كيبرد مزيان عاد كيزيد يعقاد يتماسك صافي. ان شاء الله هي النتيجه النهائيه. درت به العصير ديال واحد لو جيب سيترون بالليمون الحامض ما شاء الله لي كلاص رائع ومفيد وصحي لينا والاطفال ديالنا. وصرتو في هذا الفصل ديال الخريف كما قلت لكم هو مقوي المناعه ومضاد، وهذيك المضادات للاكسده اللي فيه هي اللي كتساعدنا على الالتهابات وتكبح كل الامراض. حفظنا وحفظكم الله حتى السرطانات. كما كتشوفوا هو الدبس ديالنا خرجت لي واحد الكميه ديال 300 غرام اللي صايبت بها ان شاء الله لي طرونش اللي شفتوا ان شاء الله. وهي الكميه ديالنا ديال الدبس كما كتشوفوا ما شاء الله كيزيد يعقاد. دابا عاد غادي يزيد يعقد ان شاء الله ملي كيبرد. وهما لي طخوش ديالنا اللي حضرتهم ان شاء الله. غادي نحط لكم المقادير ديال لاجينواز والمقادير ديال الكريمه اللي صايبت بها ان شاء الله حتى هي صحيه. المهم كتبوا لي في لي كومونتير اللي بغات الطريقه ولا ان شاء الله نحط لكم واحد الفيديو خاص ديال هاد لاجينواز اللي دازت هاد لي طرونش. وبطبيعه الحال راني ديكوريتها بهذاك المهم درت الكريمه لتحت ودرت المهم الدبس ديالنا ديال الرمان وجاو ما شاء الله صراحه جاو في الشكل زوينين ما شاء الله، وجاو حتى في المذاق رائع بحال لي طرونش اللي كنشريهم لي باتيسري صراحه والله لا جاو زوينين. المهم وصحيين وكتعرفوا شنو كتاكلوا توكلوا لوليداتكم. ونتمنى تشجعونا في هذا الفيديو ومزيد المعطاء ان شاء الله، وما تنساوناش بلي لايك والتشجيعات ديالكم باش طلعنا شي باذن الله الرحمن الرحيم. ونتمنى ان شاء الله يوفقنا الله ان شاء الله نحضر لكم الاشياء المفيده والصحيه باذن الله الرحمن الرحيم.